لبسنا سالوبات، يعني بلشنا بالعزيل، ونحن تعودنا نجهز حالنا لفصل الشتاء. أول لما يكون في أبداً تسريب بالبيت نتأكد من الشبابيك، ملابسنا الثقيلة نظبطها، وبكل فصل بنحس إنه نحن بحاجة للتغيير. هلأ أمور بديكور البيت، ولكن بالشتاء في ضرورة أكبر للإحساس إنه هيك بالاطمئنان والدفء. وبالظروف القاسية اللي عم تقطع فيها المنطقة كلها حتى بالعالم، صرنا نعرف قيمة الأشياء أكثر، صرنا نقدر أهمية الأشياء الموجودة يعني عنا ببيتنا. قبل ما نفكر بالشراية منفكر بالاهتمام بأغراضنا الموجودة ونعطيها عمر أطول. هلأ كيف حضرت بيتي للشتوية وشو هن التيبسات اللي أنا بعرفها ورح قلكن إياها. بس بدي منكن شغلة، إذا أنتو عندكن إشياء بليز تكتبوا لي عنها كمان أنا لأتعلم. أول شيء أنا بلشت شخصياً بالغسالة. نظفنا الفلتر الغسالة، فكينا الفلتر ونظفناه كتير منيح. بتعرفوا بيبقى فيه أوقات الصوف يعني أم شعر أم مهم، نظفنا الفلتر كتير منيح، رديناه، وبعدين حطيت الخل مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق، وعملته دورة كاملة للغسالة مع مي سخنة. هون حضرت الغسالة الكاوتشوك تبعها كان كتير منيح، ما كان في أي مشكل، صار في دونك استعملها لغسل كل شيء حابة أنا نظفه. تاني نقطة، بلشت بالشفاط تبع الغاز، كمان شلت الفلترات. هون أنا كمان بحط مي سخنة بالمجلى، بحط له ملعقة كربونات وبحط ملعقة نحن بنقلها حمض الليمون. بنقعهم، بتركهم 3-4 ساعات لتكون بردت المي، وبعدين بشطفهم وهيك بصير حتى الهوت يعني جاهز. بدي أعطيكم هيك تريكس صغير عن الجلاية. لاحظت أنا إنه أصحابي ما بيعرفوا، فكرت حالي إنه كل الناس بتعرفه ولكن لا. الجلاية بتلاحظوا إنه بعض الأوقات بنستعمل مثلاً جات أم صحن عالي، لاحظوا قديه بتصير تدق كل ما بتبرم هيدي البرمة، بصير يدق بالغسالة، ما بعود يقدر يكمل برمته. مشان هيك في طريقة، شوفوا كيف هي لنعلي الطبقة الفوقانية وما يعود أبداً يدق شيء بالصحون. وكمان في شغلة تانية، نحن بنعرف إنه لما بنيجي لنضب الجلاية بيبقوا على الفناجين والماجز وهيك بيبقى في مي من فوق، وأوقات بينزل على الصحون اللي بيكونوا اوريدي هن منشفين. مشان هيك كمان ميلة وحدة، لاحظوا كيف بعمل، بنزل بطب هالطبقة الفوقانية، وبتشوفوا هيك لما بتخلص الجلاية بيكون كله منشف وما في مي فوق. من بعد ما خلصنا كل المكانات الكهربائية جينا للبرادة. شوفوا أنا ببلش بالبرادة لأنه بتعرفوا بيكون في غبرة الصيفية، وحتى لو نحن ما كنا موجودين بالبيت منشيل البرادة، ولكن أنا بمرك البرادة يعني لأنه لنرجع نعرف نحطهم محلهم. بكتب 1 2 3 4 وهن أصلاً بعدهم موجودين من سنة الماضية عليهم. بفك البرادة، بربط البرادة، يا ريت فرجيتكم بس بوعدكم فرجيكم اياها. بربط البرادة من فوق بشكل لا اذا علقوا ما يعلقوا ببعضهم، يعني الاكراش تبعهم ما تعلق بالبرداية وتخزقها. وبغسلهم، وبهالوقت مننظف الحيطان، منشيل كل الغباير قبل ما نبدأ بفك الأوجه تبع الكنبيات. هون في تريكس كمان كتير حلو وكل سنة أنا بستعمله. هيدا علمني إياه، قال لي محل ما اشتريت أنا الفوتويات، قال لي لما بتغسلي الأوجه تبع الكوسانات تبعك
ما تحطي صابون، لأنه ممكن الصابون يبهت القماش ويصير في فرق بين ظهر الكنباية والكوسان اللي نحن غسلناه. مشان هيك أنا ببحر بس الأوجه تبع المقاعد تبحير، يعني بس بستعمل مي بحطهم بالغسالة أم بالمغطس وبستعمل بس مي. أنا السنة ما حطيتهم بالغسالة، حطيتهم بالمغطس، شلنا كل الغبرة نشرناهم وهيك ما بغير اللون تبعهم أبدا. أما بما يخص الكراسي، كراسي أوضة السفرة عندي بدان، مشان هيك يعني جلد، مشان هيك كل سنة أنا بوديهم أم كل سنتين حسب هو المحل ما أنا كمان شاريتهم، هن بنطفون بس ما بيحطوا مي ولا شيء. ارتقلت رابع نقطة دغري بروح للمصافي تبع البلكونات. هون المصافي لما بفتح تبع كل البلكونات تبع كل البيت بالحمامات وين ما كان بحط خل أبيض ومن بعده بحط بيكربونات، وشوفوا كيف بيفور وبينظف كل المجاري، بس لأبتعد عن الاشياء الكيميكال. من بعد هدول، من بعد ما خلصنا كل هول، رحت وعملت للأدوية لنشوف شو الأدوية اللي بعدها بتصلح مدتها إننا نستعملها والأدوية اللي ما بتصلح منشان هيك منشيلها وبتلفها. وآخر شيء، صحيح نحن بتنقطع الكهرباء عنا، ولكن كمان في دول كتير أوقات بيصير مطلق أي شيء أنا بجهز البيت بالشمع، لأنه أوقات بيطلع شتي برق رعد بتروح شوي الكهرباء، ولكن بيكون في شمع بضوي بكل البيت. والأحلى من هيك إني أنا بستعمله أوقات كتير بالليل، بتلاقوا هيك بيخلق جو كتير حلو ودافي بالبيت، مش ضروري بس لأنه مقطوع الكهرباء. وآخر نقطة، هيدا هو حب حياتي، الديكور تبع البيت. بلشت حضر البيت لكريسماس، وهيك كل الشتاء بيبقوا هالاشياء موجودين، بتحسوا بالدفى بالالوان اللي انا نقيتها. انا حبيت الاشياء الطبيعيه ولكن مجففه، مشان هيك عملت شويه هيك كم بوكيه يعني. والاهم من كل هول تحضيرا لفصل الربيع، قصقصت كل الجيرانيوم اللي حول شبابيك هالابارتمان وحضرتهم هيك، ان الله راد بالربيع بيكونوا كلهم مزهرين. انا بشكركم وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو وناطره تعليقاتكم.